يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى بادئ من بدري قوي لاني عايزة اخلص كل حاجة في البيت قبل صلاة الجمعة. فاتحديت نفسي كده ان انا اصحى بدري وابدأ اروق كل حاجة في البيت. اول حاجة شغلت بخور كده في البيت كله عشان طبعا يوم الجمعة، وشغلت القرآن. بعد كده ما كنتش عايزة افطر خالص طبعا كالعادة، والجو النهاردة بجد حر قوي فمش هقدر افطر، فعملت بس ايس كوفي كده وشربته، وابتديت بقى ان انا اسمي الله وابدا معركه البيت. اول حاجه لميت الغسيل اللي كان على المنشر وطبقته ورجعته مكانه للدولاب، وطبعا يوم الجمعه يعني ملايه جديده، فغيرت بقى ملايه السرير وعطرت الاوضه كده، ودخلت بقى على اوضه الدريسنج، رتبت الاوضه ومسحت كل التراب ورجعت كل حاجه تاني مكانها، ونضفت كده الكومودينو. ودخلت بقى على الصاله، كنت عايزه ارتب كام حاجه كده فيها واغير شويه من الديكور، فغيرت شكل السفرة كده. وبعدين بقى دخلت كنست كل الاوض علشان التراب طبعا، وبجد الجو حر قوي. انا كنت شغالة وانا وشي عمال بجد يسقط مية من كتر الحر. دخلت بقى على اوضة الليفينج لان هي اكتر اوضة بتبقى مكركبة، وظبطتها كده وروقت الكوشن ورجعت كل حاجة تاني مكانها. وبحس بقى بروحة غير طبيعية لما كل اوضة كده تخلص واعطرها واقفلها. رتبت كمان الصالة ورجعت كده كل حاجة مكانها ومسحت الترابيزات، وكان عندي غسيل بقى عايز يتنشر فنشرته كده بالمرة. ودخلت طبعا شغلت الغسالة على الغسيل اللي عايز يتغسل، لان معركة الغسيل اللي مش بتخلص. بدأت بقى في تجهيز الغداء. اول حاجة شغلت البوتاجاز كده على البطاطس عشان تتسلق، وبدأت احضر البفتيك اللي انا عملته معاكم من كام يوم، ودي تاني مرة اعمل منه، بجد حلوة قوي. والنص كيلو لحمة طلع لي كمية بفتيك رهيبة. البطاطس بقى لما اتسلقت هرستها كده بهرست البطاطس، حطيت عليها شوية لبن ومكعب زبدة، وهرستها كده وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون لحد ما تطلع معاكم كده ايه طرية خالص. بدأت بقى اجهز صوص المكرونة. حطيت شوية توم وسمنة وشوية زيت، وحطيت عليهم الدقيق، وحطيت كمان كوباية من مية سلق المكرونة عشان تعمل للصوص كده طعم حلو، وبجد كان خطير. حطيت شوية لبن صغيرين وحطيت المكرونة عليها وسبتها، وقلت بقى اقلي البفتيك. فالبفتيك بقى ليه في زيت يكون سخن، بياخد حوالي دقيقتين او 3 دقايق وبيكون جاهز معاكم. خلصت بقى الغدا واتغدينا الحمد لله، وبجد الاكل كان طعمه تحفه. طبعا خلصت وكان البوتاجاز متبهدل طبعا من الزيت، فكان لازم اغسله. وده مذيب الدهون اللي انا بستخدمه من روز جاردن، بجد برشه على البوتاجاز وبسيبه دقيقتين كده، وبنضف البوتاجاز بسبونشه وبيخلي لي البوتاجاز كله بيلمع وبينضف حلو قوي. بعد كده بقى طلعت طبعا بيجامه جديده عشان يوم الجمعه، وكنت خلاص بقى مش قادره وفرهطت، فدخلت خدت شاور لان الجو النهارده صعب جدا. عملت بقى كوبايه قهوه لان كنت مصدعه جدا من الحر بجد من الصبح وانا مصدعه، وقعدت اكتب كده كام حاجه في الاجنده بتاعتي. خلصت بقى وشغلت بخور تاني علشان يعطر كده البيت، وبس كده يومي خلص. استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير.